مساء الخير على اجمل متابعين في الدنيا. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم كفته اطعم من كفته الحاتي. قبل ما نبدا الفيديو نصلي على الرسول. الكفته الخطيره دي اللي عملناها النهارده هتجربوها مش هتبطلوا تعملوها خالص. شايفين بقى ما شاء الله الجمال، حاجه كده خطيره. لو عايزه تجيبي كفته وتطلع معاكي حلوه زي اللي بتجيبيها من بره يبقى لازم تمشي على الخطوات اللي هقولك عليها. نجيب كيلو لحمه مفرومه، نحط على الكيلو لحمه مفرومه ربع كيلو دهون. لو هتجيبي نص كيلو لحمه مفرومه هتحطي 200 جرام او 150 جرام دهون، يعني قطعه كده قد البرتقانه. بعد ما بنفرم اللحمه بنفرم الدهون وبنحطها مع اللحمه او تبشريها اللي يريحك. هنجيب الكبه او المبشره ونطحن فيها بصلتين كبار. لو هتعملي نص كيلو لحمه مفرومه يبقى بصله واحده في الفلايه. هناخد التفل بتاع البصل هنحطه على الكفته، والميه هقول لكم هنعمل بيها ايه. عندك رغيفين بايتين في الفريزر حطيهم كده في الميه وشوفي بقى حلاوه الكفته وجمالها اللي هتاكليها. كفته خطيره. هعصره كويس واحطه على اللحمه المفرومه. هنا فرمت 2 من البصله وواحده من الفلفل على كيلو لحمه مفرومه 200 جرام دهون. هنا حطيت الفينو اللي بليته ما خدش 3 دقايق وعصرته كويس، والبصل عصرته كويس واخدت ميته. الميه دي هركنها على جنب هقول لكم هنعمل بيها. هنحط التوابل معلقه كبيره من كفته الشوي بجيبها من عند العطار. هتروحي عند العطار وتقولي له عايزه ب 10 جنيه توابل الكفته المشويه، طعمها في منتهى الجمال. الملح بقى ما نكترش خالص، ربع معلقه على الكيلو لحمه مفرومه علشان التوابل بتاعه الكفته فيها ملح. السبع بهارات وفيها كوبيبه صيني، رشه بسيطه من القرفه، حبهان مطحون، معلقه كبيره بيكنج باودر عشان الكفته تطلع هشه من جوه. هاخد بقى كل المكونات دي كلها واقلبها كويس جدا وهناخدها تاني وش على المطحنه. لازم اخد كل المكونات دي على المفرمه على طول. بسم الله. طبعا المفرمه صغيره حته حته، لو مش عندك مفرمه ممكن بايدينا كده مش اقل من 10 دقايق. هعملها على مرتين. تعالوا اوريكم الفرق من المفرومه والايه لسه خشنه اهي. شايفين ما شاء الله نعمت خالص. هنا اهو شايفين الفرق. الكفته عشان تطلع معانا حلوه لازم نديها كده وش تاني. هنا خلاص جهزت معايا اهي. بسم الله ما شاء الله. هحطها في التلاجة ترتاح ساعه، وغلفتها باسترتش. ما عنديش ورق الاسترتش، احط لها كيس وغطيها كويس وسيبها ترتاح. هنسيبها ترتاح في التلاجة علشان نعرف نصبحها كويس. هنا خلاص الكفته بسم الله ما شاء الله وجهزت الصينيه معايا. هاخد بقى بسم الله كنت تعبيرها. شايفين كده ما شاء الله بعد ما ارتاحت حسب الاحتياج هو اجيب المعلقه كده اهو. شايفين الفراغ ده احنا عايزينها كده. المعلقه الكبيره هي اللي هتعمل معاك فراغ بالطريقه دي. طبعا لو عايزه تقلي ايدك في ميه البصل مفيش مشكله، بس انا شايفه ان هي كده ما شاء الله مظبوطه. وارصها في الصينيه اللي مدهونه سمنه. وهنا بقى عشان ما نتعبش نفسينا هجيب الشوكه واديها كده شكل كده بسم الله زي اللي بنجيبها من بره اهي كده. بسم الله ما شاء الله الكفته جهزت معايا. هدخلها الفرن وهسيبها ربع ساعه وهقول لكم هنعمل فيها ايه. هحط معلقه صلصه، معلقه من الصويا صوص، وهقلبهم كويس وهندهن بيها الكفته اهي. طلعتها من الفرن بسم الله ادهنها كده. بعد ما ادهنها هحط لها الفحم، بحط الفحم في طبق وبحط عليه نقطتين زيت واغطي الكفته. هنا كنت مشغله البوتاجاز قلت اسيبها دقيقتين وادخلها في الفرن تاني. هنا خلاص هحط بقى نقطتين كده زيت وهغطي عليهم عشان يطلعوا البخار. الكفته الخطيره دي اللي عملناها النهارده هتجربوها مش هتبطلوا تعملوها خالص. ده الجمال. وعملت قوارب بالشوفان واللحمه المفرومه صحيه جدا، وعملنا سلطه. حني اللي عملت السلطه بالبنجر، وعملت كاتشب صحي برده من غير سكر. والعيش الجميل اللي عملته ده عملته لماما واخواتي. شايفين ما شاء الله هياكلوا بالكفته حاجه كده خطيره. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك على قناه سفرة ميرفت على اليوتيوب. مع السلامه.